يعني أعزف كل، ما في شيء معين خاص يعني، عادي. ورطت. مسافر السناني، مسافر خليل السناني. بديت رحلتي في الكمان من عمر 9 سنوات مع الوالد الله يحفظه خليل السناني. كان هو عازف كمان في الفرقة السلطانية الأولى، فحب إنه يشوف نفسه صغير مرة ثانية، فشافني أنا واستلمني في تعليم آلة الكمان، وبالتالي تخرجت من الثانوية العامة، التحقت في المعهد العالي للموسيقى في الكويت، أكملت مسيرتي في الموسيقى والكمان في الكويت. بعدها شاركت في مسارح عدة مع مطربين كبار مثل عبد الله الرويش، نوال، نبيل شعيل. يعني خضت في هذا المجال كثير إلى أن تخرجت. بعد ما تخرجت التحقت بأوركسترا الشباب العربي الفول هارموني في ألمانيا. كانت هي يعني عاملين اختبار لعازفين، وتوفقت أنا وعازف معي في الكويت الله يذكره بالخير عبد الوهاب. بعد ما خلصت في ألمانيا استقريت هنا في عمان. الحمد لله رب العالمين. يمكن من خلال مشاركاتي في الفرق والمسارح تركت صيت طيب عني هنا في سلطنة عمان، فهذا الشيء يعني لاقى إقبال في مكان عملي، وما قصر المدير السابق قاسم المعيني، رحب فيني وعلى طول توظفت معاهم. الآن أنا في الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى التابعة لصاحب الجلالة الله يحفظه سلطان هيثم. أول مقطوعة عزفتها على الكمان كانت مقطوعة تسمى بلونجا، وهو قالب موسيقي يعرفونه باللونجا لأنه في حركة كثير. فكان الوالد الله يحفظه فترة تعليمي عنده أصر أني أنا أعزف هذه، ولكن ما عرفت أني أعزفها، فزعل علي فترة طويلة، ليش ما تعزف هذه؟ فمن خلال هذه المعزوفة تكونت في بالي فكرة أنه ما في شيء صعب يظل صعب للأبد، فمع التكرار مع التكرار اللي يسمعني أعزفها يقول واو هذه صعبة، لكن هي فعلا صعبة، بس التكرار خلاها سهلة بالنسبة لي. هذه أول مقطوعة أنا عزفتها اللي هي لونجا يرغو، اسمها لونجا يرغو. أكبر تحدي واجهته في التعلم على آلة الكمان هو التفرقة بين العزف على الستايل الغربي، ومن ثم الانتقال من الستايل الغربي إلى الستايل الشرقي. الستايل الغربي هو تعزف مقطوعات كلاسيكية مثل بيتهوفن، مثل باخ، مثل تشايكوفسكي. المعزوفات الشرقية اللي هي خاصة بالشرق، الخليج، أم كلثوم والمقطوعات الخليجية، الأغاني الخليجية. لما نحن نجي نعزف يعني متعودين على شيء كلاسيكي غربي فترة طويلة، سنين طويلة، نجي نحول نعزف شرقي نلاقي فيه صعوبة كثير، كأنه انتقال من روح إلى روح، تعلم لغة ثانية كامل، فتحتاج وقت طويل. هذا كان أصعب مرحلة مريت فيها، اللي هو كيف أقدر أني أنتقل من غربي إلى شرقي. اللي يميز الكمان عن باقي الآلات هي روح الكمان نفسها، لأن هي قريبة جدا
من صوت الحنجرة. لو لاحظت نحن لما نتكلم بدرجات متفاوتة، ها هي هو، فهي أقرب آلة اللي تقدر توصل المشاعر عن طريق الحنجرة، الحبال الصوتية اللي بالحنجرة نفسها بالضبط. عشان كذا هي أقرب آلة توصل طبعا كل الآلات، بس الكمان بالذات سبحان الله. من ضمن المواقف اللي مريت فيها كثير مواقف طبعا ما تحضرني الحين، ولكن في موقف وأنا في وقت العزف يجون ناس يستمتعون بالعزف. في واحدة مرت وقالت ممكن أجرب الكمان، في وقت ما نحن يعني خلاص نحن جالسين نعزف، فاستحيت إني أردها. قلت لها تفضلي، فمسكت الكمان بطريقة غلط وطاحت الكمان، فانكسرت البريدج، فرست الكمان. فجلست تقريبا فترة طويلة بس علشان أصلح الكمان، ما لقيت حد يصلحها هنا، اضطريت إني أسافر إلى الكويت علشان أصلح الكمان. هذا موقف ما أقدر أنساه. في مواقف كثيرة من ضمنها الموقف نفس الشيء وأنا أعزف، انكسرت نفس الشيء الآلة هذه، الفرسة انكسرت علي، لكن من حسن حظي إن زميلي دائما ياخذ معه باك اب من أوتار من أشياء، فركب الفرسة هذه وكملنا عادي. من وقتها أنا خذيت قاعدة أن لازم تكون معاي في آلتي باك اب احتياط من أوتار، من فرسة، من أي شيء يتعلق بآلة الكمان، علشان ما أواجه نفس الموقف هذا مرة ثانية. ما عندي ما عندي مقطوعة معينة، ما عندي مقطوعة معينة قريبة إلى قلبي. يعني أعزف كل، ما في شيء معين خاص يعني، عادي. أصعب مقطوعة عزفتها هي مقطوعة، هي كونشيرتو، اسمها كونشيرتو. سمعتها كنا في كونسرت في الكويت، فالله يذكره بالخير الأستاذ عبد الله الضليعي، وجه له تحية. هو عزفها فشدتني المقطوعة، صعوبتها في حلاوتها، فحبيتها كثير. من خلالها أنا قلت هذه هي الكونشيرتو اللي أنا راح أعزفها في حفل تخرجي، وفعلا عزفتها في حفل تخرجي، تفوقت فيها بعد. طبعا أكيد، يعني أنا أحس أنه في عصرنا هذا ضروري نواكب العصر الكلاسيكي مع عصرنا هذا. انه العصر الكلاسيكي هو عبارة عن محمد عبد الوهاب، ام كلثوم، يعني عزف كلاسيكي يعني ما يسمعه الا الشخص اللي رايق جالس كذا مستمتع. بينما عصرنا الحين، في الجيل الحين يحبون عصر السرعة، ف... فلما يسمع ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، ما يستطرب كثير، يريد شيء حركي بسرعة في السوشيال ميديا على طول، قلب اللي بعده اللي بعده. فأنا اضطريت إني أمزج بين الاثنين عشان أقدر أواكب العصر الكلاسيكي من الجيل اللي قبل لحد الحين موجودين وعايشين، والجيل الحالي. فالصعوبة هي المزج بين الاثنين. ف لكن تجاوزت الحمد لله. بس في البداية هي كان كيف الآلية إن تقدر تمزج بين الاثنين، فيطلع الخليط لأني جالس حلوة شو سوى؟ أوه حلوة. فهذا الرياكشن اللي أثبت لي إنه فعلا الموضوع خلاص، يعني ممكن إن نعيدها مرة مرتين ثلاث، وأواكب فيه الجيلين مع بعض. طبعا يعني، طبعا يعني ليش؟ طبعا في موسيقيين كبار كثيرين، بس أنا حضرني حاليا يعني ليش؟ لأنه هو دائما عزفه حر، يعني ما في شيء، ما في قيود
عزفه دائما يعني أو ألحانه ومقطوعاته دائما تتكلم عن خارج الصندوق. فأحب كثير عزفه لأنه ياخذك لعالم آخر، وعزفه كامل يمثل كلمة، يعني إذا ترجمتها كلها، روح. فسبحان الله، فلما تسمع له لا إرادي أنت تسرح في عالم آخر. فأنا أحب هذا النوع من من الموسيقى. فياني طبعا. أوكي، سؤالك وجيه صراحة. هو لما تعزف مع أوركسترا، فرقة موسيقية أو أوركسترا بشكل عام، من التحديات اللي نواجهها اللي هو الاختلاف بين قادة المايسترو، يعني القائد، لأن كل قائد له طريقة مختلفة كامل. إضافة إلى هذا احتكاك بالعازفين الآخرين. هل أنت، يعني هي تكون مستويات، فهل أنت تقدر تواكب المستوى هذا؟ فتواجه، فنشوف نفسنا إنه لا، أنا وين محتاج إني أروح شوط كبير، بعدني أعزف أكثر وأكثر، أتمرن أكثر علشان أوصل للمستوى هذا. فأعتقد أن هذا تحدي يعني كبير بالنسبة لي، إنه ما تقدر توقف إلى ليميت معين، تستمر وتستمر وتستمر وتستمر. يعني أنا أحس إني يعني اللي كنت أنا أسعى له من هدف، من حلم، وصلت له. ولكن إن كان هناك باقي حلم، أتمنى اللي هي الاستمرارية في هذا المجال، الاستمرارية في العزف مع أوركسترات، مع فرق موسيقية كبيرة. آخر حفلة كانت معانا مع أحلام في الأوبرا، ومع المايسترو أمير عبد المجيد، أوجه له تحية طبعا. آه، كانت فرقة يعني راقية لأبعد حد، وأنا أعتقد أني وصلت للحلم، الهدف اللي أنا أريده. ولكن إن كان هناك هدف أو حلم أكبر، هو الاستمرارية في هذا المجال، يعني العزف مع فرق موسيقية كبيرة. إضافة إلى هذا، هدفي أو حلمي إنه تكون لي موسيقات خاصة فيني أنا كمسافر. وأنا أوريدي يعني بديت في هذا المشروع، لكن إحنا الموسيقيين دائما عبارة عن مزاج، ننتظر الإلهام متى ينزل هذا الإلهام علشان نطلع. لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في خطة لهذا الشيء. يعني الموسيقى، ودخلنا في عالم الرياضة مثلا. دخلت أنا في عالم التايكوندو. بس قبل ما أدخل في عالم التايكوندو كان في يعني أستاذ مجدي طلعت في المعهد العالي، أوجه له تحية. سألني وقال لي أنت ما يصير تروح فنون قتالية وأنت عازف كمان، ما يركبون مع بعض كيف؟ فقلت له أنا أتحداك، أنا أتخرج من المعهد العالي، وبتخرج من المعهد العالي أتخرج أيضا بحزام أسود. قال يلا أنا قبلت التحدي. ف... فبديت مشوار كيف أقدر أوفق بين الاثنين. فعلا كانت يعني كان شيء صعب. أنا اخترت رياضة تايكوندو لأنها 70% رياضة تتعلق بالرجل، و30% بانشينج يعني. فاخترت هذا الشيء لأن أنا عازف كمان، ما بغيت أني أضر إيدي كثير. فبديت المشروع هذا، وفعلا تخرجت أنا من هنا، وكرمني وكرمني. في فترة اختباري أعتقد غلطت كثير كثير كثير، ما كنت متوقع أن أنا بحصل درجة الامتياز 98%. يعني ولا كان في الحسبان اني بحصل هذا، لان غلطت كثير في هذا. فاتصلت فيه بعد الاختبار اعتذر منه، انه ما انا المفروض انا ما اعزف كذا يعني. ف
قال لي علشان إنك أنت كنت متحدّيني وفزت، مبروك حصلت على 98% تكريم لك. أنا طبعًا من هذيك اللحظة أنا استمريت في التايكوندو إلى أن حصلت على الدان الرابع حزام أسود، وعملنا نادي الحمد لله أخرجنا أجيال تلعب على مستوى العالم الحمد لله رب العالمين. أوجه لهم تحية الأولاد عمار، سليمة، عبد الله، كلهم هذول حزام أسود حاصلين على ميداليات على مستوى العالم الحمد لله رب العالمين. أما في مجالات الأخرى يعني دخلت في مجالات كثيرة مثل تدريب الكلاب البوليسية مع فريقي كوتش نادر أوجه له تحية بعد. دخلت معاهم في هذا المجال البحث والإنقاذ، العروض، أي شيء يتعلق بالكلاب البوليسية، وكان في بيننا تعاون كبير بيننا، وحتى في في الشرطة في هذا كنا نروح بشكل مستمر معاهم، وقدمنا عروض كثيرة في هذا الموضوع في هذا المجال، إلى أن ما شاء الله عليه كوتش نادر فتح سنتر كبير بخصوص هذا الموضوع. هذا يدل على إقبال الناس في هذا الأمر. وفي مخطط قادم إن شاء الله أن نمثل سلطنة عمان في هذا المجال أيضا، ولكن إحنا ما نريد نحرق الأمور. إنزين، نترك الموضوع عنده هو، ممكن إنه هو يتكلم في الموضوع إذا استضفتوه. أما بالنسبة للأمور الأخرى دخلت في الفروسية. الفروسية نفس الشيء دخلت فيها أنا بس جايب ولدي علشان يدخل في الفروسية، شفت نفسي أنا واصل ألعب في مسابقات وأجيب كؤوس ميداليات. فأوجه التحية لكل من ساعد وساهم إني أنا أوصل للمستوى، إني أنا أركب خيل، مش مجرد أركب خيل، لأ أركب وأشارك وأنافس وأشتري خيل يمثلني أنا كاسم، وأجيب فيه إنجازات، أجيب كؤوس، هذا بالنسبة لي كانت تجربة وايد قوية، وإلى الآن مستمر فيها. أوجه تحية لصديقي وعزيز علي درويش القيضي، وقف معاي وقفة طبعًا هو اللي وقف معاي في المسابقات، هو المدرب اللي وقف معاي في المسابقات والبطولات اللي أخذناها في الاتحاد. بدايتي كانت مع أحمد الفلاحي نفس الشيء، أوجه له تحية. أول بداية كانت معاه، تأسيس كان معاه هو. في مجالات كثيرة بعد، في مجال ثاني ما ذكرته ما أعرف. يعني النصيحة اللي أوجهها في ما يتعلق بالكمان، دائما يقال لي إنه الكمان صعبة كثير، كيف نتعلمها؟ لا، هي مش صعبة. سبحان الله، إذا تحب شيء تعمله، لكن صعوبتها في استمراريتها فقط. يعني هي عبارة عن مطبات تمر لها، تتجاوز المطبة هذه خلاص المطبة اللي بعدها، هي هذه صعوبتها اللي هو الاستمرارية. هي عبارة عن لغة جديدة فقط. صعوبتها في مش مثل باقي الآلات، مثل الجيتار خلاص حطيت صبعك، مش ما تقدر إنك تعمل نشاز مثل درجة الكمان. الكمان بس تحرك شوية خلاص صار في نشاز. هذه هي صعوبتها، ولكن ما نعتبر شيء صعب. أنصح أي أحد يبي يتعلم كمان لازم يكون متأكد 100%، ما يبذل مجهود يشتري كمان، يوصل لمرحلة ما ويوقف. إذا بديت في كمان لازم تكون متأكد 100% إنك خلاص بتشرع فيها. بالنسبة ل للفنون القتالية والتايكوندو، أنصح أي أب أو أم عنده أولاد صغار هم شعلة من النشاط، فمحتاجين إنهم يفرغوا طاقتهم هذه في أمور مثل هذه، مثل المواهب هذه، وإلا راح تكون في عواقب في البيت ما بتخلي شيء، كل شيء متكسر بتلاقيه.
حتى نفس الشيء عواقب نفسية بالنسبة له، لأنه هم عبارة عن نشاط وين يفرغوا نشاطهم، لازم يكون في أماكن أو مؤسسات أو أندية يوظفوا فيهم طاقتهم هذه. اوكي، يعني انت الحين تبغى تسمعون لونجا يرغوا، محتاج ان اتذكرها. Wait, I want to remember it. والله زين تذكرتها بعد.